بيكتشف ان امه بتعمل علاقه مع اعز اصدقائه، والمشكله انه مش بيكون عارف هيتصرف ازاي. بيبدا الفيلم بمشهد لمحطه القطر، وهناك كان ابو وام جونسون بيحضنوا ابنهم المدلل وبيودعوه، والاولاد اللي كانوا بيلعبوا بره المدرسه كانوا بيتريقوا على جونسون، وده بمجرد ما شافوه وهو ساحب شنطه حاجاته معاه. جونسون طلع نضاره من جيبه وكمان طلع خريطه، والولد استخدم الخريطه علشان يلاقي قطه في بيت الطلبه، وهو ساحب شنطته لحد الاوضه وقع الشنطه من غير ما يقصد على ولد كان طالع على السلم. واخيرا جونسون وصل للاوضه وخبط على الباب، فتح له الباب ولد وسيم جدا وكان واحد من زمايله في الاوضه. الولد رحب بجونسون جدا وساعده كمان يحط الشنطه بتاعته في الجزء بتاعه من الاوضه، وبعدين سلم عليه وعرفه بنفسه وقال له كمان على اسمه الحقيقي، بس طلب منه يناديه باسم سكيب. وسكيب كان لابس الروب الازرق بتاعه وفي بقايا بايب وفي ابتسامه كبيره على وشه. جونسون كان فاكر ان سكيب متواضع وودود، بس سكيب اثبت له ان هو غلطان، وده لما قال لجونسون يلبس لانجري اسود ويتجول بره مبنى المدرسه، وسكيب نفسه لبس لانجري احمر، وده علشان يقنعه يعمل كده، وقال له يعني ان دي تقاليد من المدرسه، وان الطلاب الجداد بيلبسوا اللانجري ده وبيتجولوا بيه بره مبنى المدرسه، وده علشان خاطر القدام بتوع المدرسه يتبسطوا منهم. جونسون الغلبان طلع بره معاه وهو لابس اللانجري الاسود اللي سكيب سلفه له، واول ما جونسون طلع بره سكيب قفل الباب عليه وسابه ما بين الطلبه بالمنظر ده علشان يتريقوا عليه، وكل الطلبه ابتدوا يتنمروا عليه ويعكسوه، واخدوا له صور علشان يذلوه بيها بعدين كمان. جونسون قدر يطلع على الحيطه اللي طلعته على شباك اوضته، وهناك شاف سكيب نايم على الارض وميت من الضحك. جونسون كان متضايق جدا وهو باصص لسكيب، وسكيب بيقول له ما تاخدش الموضوع بشكل شخصي. سكيب في الوقت ده فضل يضحك ويقول له انها عاده بيعملوها كل سنه، وعلى الاقل في واحد اهبل كل سنه بيقع فيها. بعدها هما الاتنين اتاقلموا سوا وقرروا يعيشوا مع بعض في سلام من غير مقالب. وبالليل الحارس راح علشان يطمن على الولاد ويامرهم يطفوا النور، وفضل يمشي جوه الاوض وقال للولد المسؤول يدور على العيال اللي بيدخنوا بالليل، وقال له كمان يقدم له تقرير باساميهم. الولد تجاهل اوامره، وده لان هو نفسه بقى بيدخن. جونسون ما عرفش ينام اول ليله بسبب المزيكا العاليه اللي كانت طالعه من سماعات سكيب. تاني يوم الصبح جونسون راح يفطر في الميز، والطلبه ابتدوا يتريقوا كمان عليه. سكيب اخد باله ونادى على جونسون علشان يقعد معاه، فجونسون فضل يعيط والاولاد فضلوا يتريقوا عليه اكتر، وكلهم شافوه وهو بيعيط وبيطلع بره المكان. بعدها سكيب راح لاوضته علشان يطمن على جونسون، وسكيب اتصدم لما لقى جونسون شانق نفسه وميت. سكيب فضل يصرخ علشان يجمع كل الناس والمسؤولين علشان يشوفوا جثه جونسون، ولما وصلوا كلهم لقوا مانيكان متعلق بدل جثه جونسون وملزوق عليه وش الناظر ومكتوب عليه كومنتات قليله الادب شويه. سكيب اتصدم وما كانش عارف هيقول ايه، والناظر قال له يعدي عليه في مكتبه مع صاحبه. جونسون في الوقت ده طلع من الدولاب بعد ما كل الناس مشيت واتريق على سكيب، وسكيب كان مذهول جدا، وكمان قال لسكيب نفس الكلام اللي هو قاله له لما عمل فيه المقلب. هما الاتنين فضلوا يضحكوا وعرفوا خلاص انهم كده خالصين، والناظر وبخهم هما الاتنين لما راحوا له مكتبه وحذرهم من استهتارهم وسلوكهم الغير مسؤول، وهما كمان وعدوه ما يعملش كده تاني. والولاد قرروا يطلعوا بره المدرسه وراحوا المحل خمور، وادوا له رشوه كمان علشان يشتروا منه خمره. الراجل خد منهم $50 وحط لهم ازازه الخمره في شنطه هوكي ورقيه، والاولاد راحوا على اوضتهم وفضلوا يشربوا لحد لما سكروا. سكيب طلب من جونسون يحلف انه مش هيقول لحد اللي هو هيقوله له دلوقتي، فجونسون وعد انه مش هيقول لحد. فسكيب قال له اهم سر عنده وقال له انه قتل واحد قبل كده. جونسون في الاول افتكروا بيضحك وبيهزر عليه، بس سكيب ابتدى يحكي له قصه طويله انتهت بانه يقتل شخص، وبعد ما اقنع جونسون بالقصه طلب منه يقول له سر شخصي عنه هو كمان. فجونسون اعترف له انه غش في امتحان السات بتاعه علشان يحصل على المنحه، وندم في الوقت ده انه قال له سره، لان اتضح ان سكيب ضحك على جونسون علشان يخليه يقول له اسراره، وهما الاتنين فضلوا يشتموا في بعض وهما ميتين من الضحك. تاني يوم سكيب قال لجونسون مظبط له بنت وانهم هيخرجوا مع بنتين في نص الليل. جونسون كان خايف ان حد يقفشه، بس سكيب اكد له انه محدش هيقفشهم. ولما الليل جه جونسون قال لسكيب انه حاسس ان عيان ومعدته وجعاه وانه مش هيقدر يخرج معاه يعني، فسكيب افتكره بيعمل كده علشان ما يخرجش مع البنات، وعلشان كده اجبره يروح معاه، وهما الاتنين اتسللوا من الشباك وركبوا عربيه سكيب الفراري الحمراء. سكيب بعدها ادى اشاره للبنات، وده عن طريق انه قلد صوت حيوان، والبنات ظهروا فعلا ونطوا في العربيه، وابتدى سكيب يسوق العربيه هنا، والبنات بيتكلموا عن منع الحمل، وده لحد ما جونسون رجع على ركبتهم. فالبنات اتقرفوا جدا وجريوا بسرعه. جونسون وسكيب غسلوا عربيتهم ورجعوا على المدرسه من تاني، وفي طريقهم للمدرسه جونسون قال لسكيب قلت لك اني تعبان. فسكيب فضل من وقت للتاني يحاول يجرب حاجات جديده مع جونسون، وده علشان تفضل الحياه شيقه بالنسبه لهم هما الاتنين، وقدر يخليه يدخل مجتمع الراس كسكرتير، وحمسوا الموضوع بانه قال له ان في 5 سكرتاريه بس لاكتر من 400 عضو. تاني يوم كان كل السكرتاريه بينطوا بره عربيتهم وبيبصوا للبنات اللي بيلعبوا كوره، ودخلوا مكان الاجتماع علشان يتناقشوا في الميزانيه وحاجات تانيه خاصه بالحفله، وابتدوا البنات يتناقشوا انهم كانوا المفروض يلبسوا هدوم مخصصه ولا
ولا لا. ميستي برول طلبت من بنت تجيب للولاد ال5 سندوتشات، والبنت بصت لجونسون وبعدين راحت لورا وتسببت ان طبق السندوتشات يطير في الجو، والاوضه اتحولت لفوضى لما البنت حاولت تمسك في كل حاجه حواليها علشان تستعيد توازنها، بس الحاجه كانت بتطير منها وتكسر حاجات في الاوضه. زقت جونسون فمسك في القميص بتاعها وقطعه وهو بيقع. في الوقت ده جسمها بان لما التيشيرت اتقطع، وانتهى الامر بالحلويات وهي بتقع على ست كبيره ووقوره، والولاد اتطردوا بعد ما سببوا الفوضى والمواقف المحرجه دي. مس دي برويل كلمت الناظر بتاعهم وحكت له عن المواقف اللي حصلت بسببهم، والناظر اعتذر لها عن الفازات الغاليه اللي اتكسرت واللي كانت جايه لها هديه من الينور روزفلت، ودي السيده الاولى السابقه في امريكا. الناظر اعتذر لها عن اللي حصل وابتدى يوبخ الطلبه عن المشاكل اللي عملوها، وقال لهم انهم ممنوعين السنه دي من حضور حفله الرقص، وقال لجونسون انه مش هيدخل مجال الفوكس طول ما هو عايش. فالولاد قرروا انهم هيتنكروا يحضروا حفله الرقص، وده علشان محدش يكتشفهم ويشتكيهم. سكيب صعب عليه جونسون لانه محروم مدى الحياه من انه يروح، وعلشان كده اداله $100 وقال له يتسلل من الشباك وياخد الاتوبيس ويروح شيكاغو. سكيب كان عايز يدخل في علاقه مع حد لاول مره في حياته، وسكيب كان متنكر وشايل علامه صليب كبيره، وباقي العيال كانوا لابسين ملابس حيوانات زي الغوريلا والفرخه والتمساح. جونسون رجع لسكيب فلوسه وقال له انه ما عندوش طاقه يعمل حاجات مثيره تنتهي بمشاكل زي سكيب، وسكيب ما سمعش ولا كلمه قالها جونسون، واجبره يروح شيكاغو يقضي الليله هناك. وصف له مكان يقدر يجيب منه فتاه ليل. سكيب كان بيشرح له وهو بيديله تذكره اتوبيس، وقال لجونسون ياخد اتوبيس الساعه 9 ويروح شيكاغو ويدخل شارع رش، وهناك هيلاقي بنات من نادي فري اند ايزي، وقال له يشقط واحده من هناك، وقال له ياخد البنت دي على الفندق البحيره علشان يعمل معاها علاقه، وكمان اقنع جونسون انه شاب كويس. بعدها سكيب هرب مع اصحابه وسابوا جونسون ومشيوا. جونسون قرر انه ما يروحش ويقعد يذاكر، وده علشان خايف ما يعجبش البنت او يعمل مواقف محرجه، بس في حاجه جت في باله خلته يغير رايه. فجونسون عمل اللي قال له عليه سكيب بالظبط، ووصل للمكان ودخل بار مليان ناس كبيره، والناس كانوا عمالين يبصوا له، بس هو كان بيحاول يتصرف بلباقه، بس الناس فضلوا يضحكوا عليه. فحاول يحط رجله اليمين على الكرسي عشان يلفت انتباه بنت، بس رجله كسرت الكرسي واتحشرت فيها، والاحراج ده ما كانش كفايه بالنسبه له، واتخدع تاني من بنت لابسه فستان ازرق شيك، والبنت خدعته بانها اختبرت شعوره وقالت له ياخد العمله المعدنيه من ايدها ويحركها على وشه وعينيه مقفوله. وساعتها في ست شافته والبنت بتضحك عليه، والست كان باين عليها انها شابه وجميله، وكانت بتتراهن مع اصحابها انها ممكن تخلي الخمره تنزل من بقها للازازه على طول، ودماغها كمان محطوطه على الكوانتر بتاع البار لمده 10 ثواني، وكسبت فعلا الرهان. بعدها لاحظت جونسون وقربت له وورت وشه في المرايه وحست بالشفقه تجاهه، ولما لقى نفسه اتحرك زي ما كان متوقع، جونسون قرر يسيب المدينه ويرجع على بيته. وهو راكب التاكسي سمع صوت خبط على الازاز، واتفاجئ لما لقى نفس الست اللي قابلها في البار ركبت جنبه في التاكس وخدته لفوق سطح مبنى، وفاجئته كذا مره وهي بتروح ناحيه حافه السطح. فجونسون عزمها تاكل معاه وطلع فاتوره ب 100 جنيه من جيبه، والهوا طير الفاتوره من ايديه، علشان كده طلب منها انها هي اللي تدفع له الوجبه لانه جعان. جونسون كان متوتر جدا وما كانش في اي افكار في دماغه، والست ابتدت تتغزل فيه وهم راكبين الاسانسير، وفجاه وقفت الاسانسير في نص العماره وابتدت كمان تقلع هدومها، وبدات تلمح له. بعد ما قلعوا بعض هدومهم ابتدوا يعملوا علاقه جوه الاسانسير، وبعد كده خدته لبيتها وعملوا علاقه مع بعض. وفي بيت الطلبه كان زمايل جونسون قلقانين عليه لانه اتاخر كل ده، وكانوا محبطين لان بقالهم يومين ما يعرفوش عنه اي حاجه. سكيب قرر يقول للحارس انه قال لجونسون يروح شيكاغو، واول ما قرب ناحيه الباب لقى جونسون قدامه وطلع من جيبه ملابس داخليه ووراهم لاصحابه كفخر يعني. ولما الولاد كلهم مشيوا سكيب طلب من جونسون يحكي له عن اللي حصل معاه، فجونسون قال له انه عمل علاقه مع ست في منتصف الثلاثينات، وقال له كمان ان عمل معاها اول علاقه في الاسانسير. سكيب كان معجب بجونسون وهو بيحكي له مبسوط من اللي عمله، لدرجه انه هو واقع على السرير وهو بيضحك. واصحاب جونسون كانوا متحمسين جدا يعرفوا اكتر عن الست دي، وما كانوش بيبطلوا اسئله عن شكلها، وبعضها اصحابه بداوا يسالوه عن جسمها وشكلها، وواحد تاني من اصحابه سالوا نفس السؤال في حصه الكيمياء. فجونسون قال له ان الست اللي بيسالوا عليها مصممه ازياء واسمها إيلين، وانها في نص الثلاثينات يعني. وقال له كمان انه كذب على إيلين لما حكى لها عن حياته، وقال لها انه راح جامعه نورث ويسترن وانه شغال على رساله الدكتوراه، وباين عليها انها صدقته. بعدها الاولاد اللي كانوا بيتنمروا عليه دلوقتي بقوا بيمدحوه علشان عمل افعال البالغين، وبقى كويسين جدا في تعاملهم معاه. جونسون كان مبسوط انه كسب احترام زمايله ليه، وابتدى يحس بثقه في نفسه لما اصحابه بقى يمدحوا فيه. وجونسون زار إيلين من تاني زي ما وعدها، وسكيب قال له يخلي باله من نفسه ويسلم له على إيلين. وجونسون لما راح لها عمل علاقه تانيه معاها، وبعدها إيلين نامت، بس هو ما كانش عارف ينام وطلع في عز البرد يقطف ورد لإيلين. جمع ورد كتير وبعتروا على السرير حوالين إيلين، وإيلين انبهرت بمفاجاه جونسون ليها لما صحيت لقيت نفسها متحوطه بالورد، ففضلت تبص له بحب وهو نايم. تاني يوم إيلين عرفت جونسون على خدعه الشرب اللي كانت بتعملها في البار، وقالت له ان اسمها خدعه الدبل مارجريت، وقالت له يريح دماغه على الكوانتر وهي بتصب له الخمره في بقه من ازازتين. جونسون نفذ كلامها بس ابتدى يتخنق، وفجاه رفع راسه من على الكوانتر وابتدى يكح. إيلين عرضت عليه يشرب ميه علشان يغسل الكحول اللي في زوره، وبدل ما تعمل كده ابتدت ترشه بالميه. هو حاول يوقفها فرفع غطا حله
وجهه ناحيه الميه علشان يعكس رش الميه عليها، وده لحد ما الروب بتاعها وشعرها اتبلوا. بعدين زقها على السرير وهما الاتنين بيشربوا ميه. في الوقت ده قعد فوق منها وقال لها انه بيحبها. بعدها بنشوفهم هما الاتنين قاعدين قصاد البحر وبيتكلموا عن علاقتهم ببعض. جونسون اخترع عليها انهم ما يبالغوش في معنى الحب، وقال لها انه مش معناها انهم المفروض يطوروا العلاقه اكتر من كده، بس المفروض يفضلوا محافظين على ولائهم لبعض ويفضلوا محافظين كمان على بهجه العلاقه. جونسون قال لها انهم هيتقابلوا تاني الاسبوع الجاي، بس إيلين بتقترح عليه انها تروح لنورث ويست، وده علشان تتمشى معاه حوالين بيته. فهو ابتدى يتهته وكذب عليها تاني وقال لها انه هيسافر نيويورك الاسبوع الجاي، وده علشان يحضر محاضره. إيلين صدقته وقالت له انها هتزوره هناك علشان يكملوا قصه حبهم. فجونسون كان قلقان لانه معهوش فلوس كفايه لزياره نيويورك اصلا، وما كانش عنده اي شغل ولا محاضرات يحضرها هناك. بعدين رجع للمدرسه في نفس اليوم، وسكيب صحى وقال له يروح معاه الكنيسه، وقال له ان الوقت اتاخر. فجونسون شرح له الكذبه اللي كذبها على إيلين، وقال له انه خايف انها تقفش اني بكذب. فسكيب ضحك وساله ان كان بيحب الست دي. فجونسون رد عليه وقال له انه كل اللي اعرفه ان انا محتاج الاقي محاضره احضرها في نيويورك. وفي المشهد اللي بعده بنشوف جونسون في نيويورك مع إيلين، وكان سكيب هو اللي ممول رحلته لنيويورك. وهما بيتسووا في الشوارع هناك بيقرروا يغيروا هدوم جونسون، فبيدخلوا محل بدل وبيختاروا بلطو حلو وبدله رمادي لجونسون. جونسون راح لاوضه تغيير الملابس وهو بيدي البلطو القديم لإيلين، وطلع من اوضه تغيير الملابس وتفاجئ ان إيلين مشيت. ففي الوقت ده عرف ان إيلين عرفت انه بيكذب، وانها عرفت هويته الحقيقيه من خلال كارنيه المدرسه بتاعه. فشافها بتجري منه من الشباك وابتدى يجري وراه وهو لابس البدله اللي ما دفعش حقها، علشان كده صاحب المحل كان بيجري وراه، وده لانه افتكره سرقها. جونسون شاف إيلين ركبت التاكسي واختفت، ورجع مع صاحبه المحل علشان يرجع البدله. بعدها بنشوفه قاعد لوحده بالليل على كرسي في الشارع، وكانت الدنيا بتمطر عليه. فسكيب جه في عربيته علشان يوصله، وخلى الميه اللي في الشارع تيجي على وشه، واخده معاه في العربيه للبيت. وهم في الطريق جونسون حكى له عن كل اللي حصل. فجونسون كان قلبه مكسور وكان متضايق من اللي حصل، بس سكيب كان بيحاول يفكه ويخليه ينسى. بس جونسون افتكر انه بيتريق عليه، وفجاه جونسون ابتدى يكسر في الاساس بتاع البيت وهرب من شباك المبنى كمان. وسكيب بقى بيجري وراه. سكيب مسكه وقعه على الارض وحاول يفوقه وهو بيشتمه. وفي وقت المطارده ما بينهم الناظر صحي من النوم من الدوشه وشاف كل حاجه من الشباك. تاني يوم جونسون جاله جواب. في الاول افتكروا جواب استبعاد او فصل من المدرسه، بس لما فتحوا لقى جواب القبول في جامعه هارفارد، ودي كانت الجامعه اللي كان نفسه يدخلها واللي قدم فيها قبل كده. جونسون فرح جدا ورجع لحالته الطبيعيه تاني، واتفق هو وسكيب انه يحتفلوا ويشربوا طول الليل. تاني يوم جونسون ابتدى يتكلم مع امه في التليفون وبيعتذر لامه وبيقول لها انه مش هيقدر يروح البيت في اول 4 ايام في اجازه الكريسماس، وده لانه كان بيخطط يقضي وقت مع صاحبه سكيب في مزرعته. والاولاد حضروا شنطهم وراحوا البيت سكيب علشان يقضوا فيه يومين. والخدامه اللي في البيت ماجي استقبلتهم وخدت حاجتهم وحطتها في البيت. جونسون كان مبهور من بيت سكيب الكبير، وسكيب طلع مع السلم وخده لأوضته، ودرج السلم كان متزين باوراق الشجر والفروع علشان يعكس الاحتفال بالكريسماس. سكيب قال لجونسون شويه تعليمات ازاي يتعامل مع ابوه وامه، وقدم جونسون لابوه وامه وكمان عرفه على امه. وجونسون سمع سكيب اللي بيقابل امه اللي لسه جايه. سكيب حضن امه وقدمها لجونسون، وهنا الست اتصدمت اول ما شافت جونسون في بيتها، بس اتصرفت كأن مفيش اي حاجه غريبه وقالت انها تدخل تريح شويه. جونسون كمان اتصدم لانه اكتشف ان ام صاحبه هي إيلين عشيقته. إيلين كانت مصدومه جدا وحبست نفسها في الاوضه لحد وقت العشاء، وكمان اخذت حبوب مهدئه علشان تعرف تتعامل مع الموقف، وقررت تروح تتعشى معاهم. وفي وقت العشاء كانت قاعده جنب ابنها سكيب قصاد جونسون، وهما الاتنين كانوا قاعدين ساكتين، وكان سكيب هو اللي بيتكلم مع ابوه. إيلين في الوقت ده كانت عماله تشرب خمره، وكلهم شافوا تصرفاتها غريبه. بعدها لما بقيت هي وجوزها لوحدهم فضل يلومها على تصرفاتها، وطلب منها كمان تتصرف بشكل لائق طول ما هي في البيت ده، وده معناه ان علاقتهم كانت مضطربه. في الليله دي إيلين راحت على اوضه جونسون علشان تعتذر له، وده على الرغم انها كانت غلطه جونسون لانه كذب عليها. بس جونسون اتعصب وقال لها تمشي، وهم قاعدين وماسكين ايدين بعض. سكيب كان هيقفشهم سوا لما طلع من اوضته، بس جونسون قام بسرعه وحاول يقفل الباب قبل ما يشوفهم. وفي نفس الوقت إيلين جريت على الباب التاني وخرجت على اوضتها، وسكيب اخد جونسون معاه عند البحيره عشان يشربوا سوا في قارب خشبي. سكيب حكى له وهو بيشرب عن علاقه ابوه وامه المحطمه. بعدها العيله كلها ومعاهم جونسون راحوا يركبوا خيل تاني يوم الصبح، وإيلين قالت لجونسون يمشي من شقتها بسرعه. وسكيب وجونسون رجعوا تاني على مدرسه فيرن، وهو كان طول الطريق ساكت لان ما كانش مستوعب ان القصه اللي عمال يحكيها لاصحابه هي قصه ام سكيب، وكان عنده شعور بالذنب في الحته دي. والولاد شكوا ان في تحقيقات، وواحد من الاولاد شاف ضابط بيتكلم مع الناظر عن عمل تحريات خاصه، وكان عايز منه اسامي الطلبه المتورطين في التحريات دي. والعيال بيحاولوا يخترقوا اوضه الضابط. إيلين اتصلت بجونسون على الخط الارضي بتاع المدرسه، وجونسون قال لها ما تتكلمش معاه وقفل السكه في وشها كل ما تتصل، بس هي طلبت منه انها تقابله. فجونسون كذب على اصحابه لما سالوه مين اللي كان على التليفون. ولما واحد من الطلبه اقتحم اوضه الضابط اثناء ما كان بيستحمى، عرف انه جاي هنا علشان يعمل تحقيقات علشان يعرف الطلبه اللي
معاهم مخدرات، والولد راح للطلبه بسرعه وحذرهم من اللي هيحصل، فكلهم جريوا بسرعه وابتدوا يتخلصوا من المخدرات اللي معاهم، والاولاد ارتاحوا بعد ما تخلصوا من المخدرات دي. تاني يوم النتائج الثانويه بتاعتهم اتعلقت على البورد، وسكيب بص على نتيجته واتبسط جدا لما عرف انه نجح. وسكيب قرب من جوناثان وهو بيرقص وبيصرخ من الفرحه، وجوناثان كان واقف جنب التليفون مستني مكالمه من حد. سكيب قال الاخبار لجوناثان وهو مبسوط، بس جوناثان كان باين عليه انه مش مبسوط زيه، وفي الوقت ده حاول يقول لجوناثان على حفله بس هو رفض. وسكيب واصحابه قرروا يواجهوا جوناثان، وده علشان يعرفوا هو ليه بيتصرف بغرابه بقاله يومين. بعد شهور من المكالمات اللي ما بيتردش عليها، إيلين جات علشان تقابل جوناثان في مدينته، وجوناثان اتخانق مع إيلين وطلب منها تبطل تكلمه او تقابله. وهما بيتكلموا إيلين طلبت خمره على اوضتها، وفي نص ما بيتخانقوا دخلوا في علاقه مع بعض. سكيب في نفس الوقت راح لنفس الفندق اللي هما فيه مع اصحابه، وكان معاهم بنات وكانوا كلهم سكرانين في الوقت ده، فخبطوا على باب الاوضه اللي شافوا جوناثان داخلها، وبيضحكوا على جوناثان وبيقولوا له ان دي خدمه الغرف. فجوناثان ما كانش عارف ان هما اللي على الباب، ففتح لهم وهو عريان، واول ما فتح لهم كلهم دخلوا على الاوضه جوه وابتدوا يضحكوا ويتريقوا عليه. بس سكيب اتصدم لما شافهم وهي اللي عريانه في السرير، فتعصب ومشي بسرعه، والامور ازدادت سوء ما بين سكيب وجوناثان. جوناثان جري ورا سكيب اللي كان بيدق شرار، وسكيب سابه وطلع بعربيته بسرعه. وفي الليله دي جوناثان كان قاعد تحت شجره بره المدرسه، وكان بيفكر ازاي هيتعامل مع صاحبه تاني، وحاول يستجمع شجاعته وراح للاوضه علشان يتكلم معاه، بس سكيب ما كانش عايز يتكلم معاه. ومن اليوم ده سكيب خسر الجانب المرح اللي فيه، وبقى على طول صامت وزعلان. وابوه زاره في اوضته علشان يقول له ان امه بقت بتروح لدكتور نفسي. سكيب اتكلم مع ابوه بعنف وطلب منه انه يسيبه في حاله. وتاني يوم الناظر قال ان الضابط جاي المدرسه علشان يعمل تحريات عن الطلبه، والطلبه كلهم كانوا بيضحكوا لانهم كانوا عارفين بالموضوع ده من قبل ما يقول، بس اللي ما كانوش يعرفوه ان التحقيقات كانت عن الطلبه اللي غشوا في امتحانات السات بتاعتهم علشان يحصلوا على المنحه. وجوناثان اتوتر لانه غش في الامتحانات علشان ياخد المنحه دي. الطلبه اتضايقوا لانهم حسوا انهم خسروا مخدرات على الفاضي، ولكن المحقق ما شكش في جوناثان بسبب درجاته العاليه في المواد من صغره، وساله شويه اسئله ولقاه كويس. سكيب كمان جاله خطاب قبوله من جامعه هارفارد، بس مرضاش يقول لجوناثان عليه. سكيب بعدها اتضايق من التحقيقات وغلط في المحقق، وسكيب كمان اتعارك مع جوناثان وضربه لانه عمل علاقه مع امه، وخيانه صديق ليه فضلت مضايقاه لفتره طويله، واخيرا طلع غضبه عليه وكانه بركان وانفجر، وفضلوا يضربوا بعض لحد ما كانوا هيموتوا بعض في الغابه. بس من بعدها اتصالحوا، وهما الاتنين بيمشوا مع بعض وهما وشهم وارم من الخناقه وعمالين يضحكوا مع بعض. بس كده وبيخلص الفيلم هنا.